أول خطوة للخروج من السجن الذهني كان في فيل ضخم قوي عاقل اتحبس جوه غرفة بابها كان مقفول بإحكام من بره. حاول مرة ومرتين وتلاتة، يستخدم كل قوته عشان يخرج، يزق الباب برجله، ينطحه، يخبط فيه، يبعد بعيد وبعد كده يجري يخش بكل جسمه بكل طاقته، لكن الباب ما كانش بيتحرك، كان محكم للغلط من الخير. وكل محاولة فاشلة كانت بتسرق منه أمل وتقنعه إنه ضعيف، لحد ما قرر يوقف المحاولات وقال لنفسه واضح اني مش هعرف اخرج، وفضل قاعد مكانه رغم ان الباب في اليوم اللي بعده اتفتح من بره. يعني شالوا احكام الغلق، يعني لمجرد ما يلمسوا الفيل بس الباب هيتفتح، بس هو ما كانش بيحاول، خلاص سجن نفسه جوه قناعاته ومات جوه وما جربش تاني رغم ان الباب اتفتح. صدقني دي قصة رمزية توصف حالنا. يعني اسأل نفسك ايه علاقة الفيل بيا؟ احنا الفيل اتحبسنا في تجارب سابقة، في محاولات فشلنا فيها، في مواقف وجعتنا وقالوا لنا فيها انت مش كفاية او انت مش هتعرف. بس السؤال، هل الباب لسه مقفول ولا احنا اللي بطلنا نحاول؟ السجن الذهني مش دايما حيطان وسلاسل، اوقات بيبقى فكرة او ذكرى او احساس بالعجز. اول خطوة حقيقية تخرجك من السجن انك تشك في القصة، انك تشك في القصة اللي دماغك بتحكيها لك. خد لحظة دلوقتي وافتكر موقف واحد كنت فاكر انك مش هتقدر فيه وبعد كده نجحت. فاكره؟ ده الدليل انك مش ضعيف، انت بس كنت مستني حد يفتح لك الباب، والباب عمره ما كان مقفول اصلا. ما تخليش يأس امبارح يسرق منك فرصة النهاردة. في سكون الذات احنا هنا عشان نمد ايدك ونفك واحدة من القيود اللي جواك. كل اسبوع خطوة جديدة، ودي اول خطوة.